أيها الزملكاوي الحزين، يا أيتها الزملكاوية الحزينة، يا أيها المشجع الذي فقد الأب، يا كل ضحايا الحصالة، املأوا الأرض والسماء بتراتيل الاستسلام، املأوا الصدور والقلوب بكلمة، ألا وهي سنظل أوفياء. اجعلوها أنشودة وحقيقة تعيش وتهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دنيا لالي لالي، النسر الاحمر يحلق في العلالي، الاهلي يصطاد الزمالك بثلاثيه نظيفه، والواد كهربا يلدغها براسيه، والواد محمد شريف يعود مجددا مرعب ومخيف. وابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان. ومليون سلام وتحيه للفرسان. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان في الدنيا، الف 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 مليون مبروك على اكتساح النادي الاهلي لنادي الزمالك. الاهلي يقسو على الزمالك ويلقنه درسا قاسيا في فنون كرة القدم. 90 دقيقة علقة كورة بمعنى الكلمة. رجالة الأهلي قد التيشيرت اللي يلبسوه، التيشيرت الأحمر. رجالة الأهلي قدها وقدود. عشان كده لو أنت أهلاوي وفرحان لفوز الأهلي على نادي الزمالك، يا ريت تنزل تحت الفيديو وتخبط اللايك المتين. دعما لحبيب وأخوك ميدو الأهلاوي. الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة ويتصدر الدوري منفردا ومغردا بكل أريحية بفارق 8 نقاط عن منافسه التقليدي، ويتربع النادي الاهلي على عرش الدوري. مليون مبروك للاهلاويه، مليون مبروك لكل اهلاوي في كل الدنيا. كنا سامعين قبل اللقاء ان الزمالك مش هياخد القلم التاني، مش هياخد قلمين ورا بعض، وواد القلم التاني ون على قفاك. وكنا سامعين برضو على قناه اخواننا البعده ان كهربا مادام في الملعب يبقى الزمالك هيكسب، وهيكسب بفرق سكور كبير كمان. يا سوادي يا اولاد، كهربا كهرب الملعب وحط الهدف الاول اللي فتح المباراه، يعتبر هدف اللقاء. الهدف الاول لمحمود عبد المنعم كهربا. نسيت تخبط اللايك، انزل اخبط اللايك واطلع لي تاني. عايزك في موضوع، اصل كنا سامعين قبل الماتش ان ميدو احمد حسام ميدو طلع في احدى القنوات عبر مكالمه تليفونيه او هاتفيه مع مهيب، وقال له ان الزمالك هيكسب الماتش ده ومش هياكل قلمين ورا بعض. عمرها ما حصلت. اتفرجوا على تصريح ميدو كده اهو، تصريح ميدو، وكتب كمان على صفحته اهو، كتب على صفحته. انا ما اجيبش حاجه من عندي، اتفرجوا. مش عايز اي حد تاني بقى يطلع يشكك في امكانيات لاعيبه النادي الاهلي. يا جماعه اللعيبه دي في مكان تاني. والاخ عمرو الدرديري في قناه نادي الزمالك طلع وقال لك ايه؟ يقوم قال لك ايه بقى؟ قال ايه؟ العلامه الكبير قوي ده اللي بيفهم كوره وراجل يعني ولا كلمه، بيقول لك لما كهربا بيلعب اساسي مع النادي الاهلي يا ريت يلعب في ماتش الزمالك عشان الزمالك يكسب ويكسب بسكور كمان. كهربا اللي اداك على قفاك، كهربا اللي اداك على قفاك. يا فايق يا فايق، احلق شعرك بقى، احلق شعرك. ولا تحلق ليه؟ ما انت حالق اصلا. اهو البيه كاتب على صفحته الشخصيه كمان اهو، كاتب اهو على صفحته الشخصيه اهو. اما الناس دي بقى بعد الماتش ما عرفوش يتكلموا يقولوا ايه. ما فيش الاستوديو التحليلي، ما قعدش 5 دقايق بالظبط وتلاقيت القناه مضلمه عمالين يجيبوا في ماتشات قديمه وحوارات قديمه، وسابوا الاستوديو وسابوا الماتش وسابوا الفنيات بتاعه الماتش. لسه هيقولوا ايه؟ جاتكم خيبه على خيبتكم، هتقولوا ايه؟ الواد كهربا ده مكشوف عنه الحجاب يا اولاد ولا ايه؟ الواد ده بركه يا اولاد، الواد ده بركه والله. ده شوفوا ساعه ما جه يتغير ومحمد شريف واقف على الخط يستناه بيقول له هتجيب جون يا شريف، هتجيب جون يا شريف. يقوم شريف يعمل ايه بقى؟ يجيب جونين مش جون واحد ويرجع مخيف. يا شريف يا مخيف، يا شريف يا مخيف. يا ايها الزملكاوي الحزين، يا ايتها الزملكاويه الحزينه، يا ايها المشجع الذي فقد الاب، يا كل ضحايا الحصاله، املأوا الأرض والسماء بتراتيل الاستسلام، املأوا الصدور والقلوب بكلمة، ألا وهي سنظل أوفياء. اجعلوها أنشودة وحقيقة تعيش وتهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماتش ده يا جماعة مش مجرد فوز في مباراة مهمة واستغلال حالة المنافس المثيرة للشفقة. الماتش ده ملخص لعدالة ربنا في كل حاجة. لعيب زي كهربا ده كل يوم بيشتم وبيتغلط فيه، رغم كده ان ربنا كرمه احلى كرم في الدنيا. احلى كرم في الدنيا، ربنا كريم كهربا. كل يوم بيتشتم على قناته كل يوم، ورئيس نادي كل يوم بيطلع يغلط في كل بني ادم في الرياضه المصريه. مستحيل ربنا يكرمه ويفوز في ماتش قمه زي ده. مجموعه اعلاميين ونقاد في كوكب تاني مش عايشين معانا خالص، في ذمم ناس واهانات لناس وتنمر على ناس. كل ده
لمجرد انهم يرضوا رئيس ناديهم. عايزين ربنا يكرمهم ازاي. مليون مبروك للاهلي ورجالته، فريق محترم وكبير، سنوات ضوئيه فارقه بين الاهلي والمنافس بتاعه في كل حاجه وفي كل مكان. بجد يا جماعه نادي عالمي معانا هنا في مصر، النادي الاهلي. المفروض كل انسان عاقل يفتخر ان في بلده وفي دولته نادي زي النادي الاهلي وبحجم النادي الاهلي. مبروك، مليون مبروك لكل اهلاوي، مليون مبروك للعداله، مليون مبروك للناس المحترمه اللي مش راضيه عن اللي كان بيحصل، مليون مبروك للادب والاحترام. وبقول لك تاني يا اهلاوي، لو نسيت تحط اللايك حط اللايك، واشوفك بكره باذن الله في حلقه ناريه. انتظرونا، السلام عليكم.